قال رحمه الله تعالى: ومات أبوه وهو حمل، أي جنين في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يعني ليس يتمه بعد الولادة، بل ولد عليه الصلاة والسلام يتيما. وكان موت والده صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة، لأنه ذهب في تجارة لوالده عبد المطلب، وقيل لشراء تمر من المدينة، فمرض في المدينة وبقي فيها مريضا، ومات في المدينة ودفن في المدينة. ولما مات كان عمره كما ذكر في كتب السير والأخبار 25 سنة. مات والده صغيرا عمره 25 سنة، وكانت وفاته في المدينة. قال: ومات أبوه وهو حمل. وأبوه عبد الله كما سبق الإشارة هو الذبيح الثاني، والذبيح الأول إسماعيل. وقصة إسماعيل وتسميته بالذبيح معروفة، وقد جاءت في القرآن الكريم. وعرفنا أن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، ونقلت في ذلك كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وعبد الله هو الذبيح الثاني، عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذبيح الثاني. وقد جاء بإسناد صحيح في الطبري، تاريخ الطبري وغيره، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذكر قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نذر إن رزقه الله 10 من البنين على التوالي أن يذبح أحدهم شكرا وقربة لله سبحانه وتعالى. فجاءه 10 من البنين، جاءوا 10 من البنين، آخرهم عبد الله، وكان حبيبا لوالده. فلما أراد أن يفي بنذره أدركته الشفقة على ولده وحب الولد، فأتى ب100 من الإبل وأقرع بينها وبين ولده، يعني إما أن يذبحها أو يذبح الولد فيما يظهر من أو يترتب على القرعة. فوقعت القرعة على الإبل. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح أنه قال: أنا ابن الذبيحين، لكن هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه ب100 من الإبل بعد القرعة التي فعلها، هذا جاء بالإسناد الصحيح إلى عبد الله بن عباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، الأول إسماعيل والثاني عبد الله. قال: ومات مات أبوه وهو حمل. وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة، أن يخرج الإنسان إلى الدنيا وليس له أب، يعني توفي والده وهو حمل. لأن بعض اليتم يكون بعد الولادة، مثلا بسنة، بسنتين، ب3، ب4، يتمتع مثلا الولد بوالده 4 سنوات 5 سنوات ثم يفقد والده، فيكون حظي بشيء من الأبوة في بعض سنوات حياته. لكن أن يموت الوالد
والولد جنينا، هذه أبلغ درجات اليتم، هذه أبلغ درجات اليتم. فكان يتمه عليه الصلاة والسلام بأبلغ درجات اليتم، وهي أنه مات والده وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ويتمه عليه الصلاة والسلام نص عليه في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. قال: وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين. قال: والمشهور الأول. قال: والمشهور الأول، أي أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل. وقد جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري. وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به، وأمه حبلى به. هذا جاء في الحاكم بإسناد حسن. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد صحح أن موت والد النبي عليه الصلاة والسلام كان والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه.